يتحدث إلينا الرائد أمين الأكحلي رئيس اللجنة الأمنية لأحرار وثوار منتسبي القوات الجوية الدفاع الجوي. الرائد أمين الأكحلي، ما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى خروجكم وما هي مطالبكم؟ والله الأسباب أسباب كثيرة، منها تراكمات الماضي والتطلع إلى مستقبل أفضل، لأن الأخ محمد صالح الأحمر جعل من القوات الجوية والدفاع الجوي عبارة عن وحدة هش، ليس بالوحدة التي كانوا الناس أو الشعب اليمني يتطلع وينظر إليها أنها وحدة يعني من أكبر الوحدات ووحدة ردع. فهذا الذي أخرجنا، وهناك كثير من الأسباب التي أخرجت الناس، منها الظلم، منها التهميش، منها دخول كثير من القوات، منها أشياء كثيرة ما جعلت الناس بالفعل يخرجون إلى الساحات يطالبون برحيل هذا الرجل. طيب أخي أمين، ما هي الرسالة التي تريدنا إيصالها إلى محمد صالح الأحمر؟ الرسالة التي نوجهها للأخ محمد صالح الأحمر، عليه أن يرفع يديه عن قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، فهناك رجال أكفاء يستطيعون أن يديرون هذه الوحدة العملاقة خير إدارة. هناك كثير من التهميش لقيادات كبيرة من الكوادر المؤهلة، ومحمد صالح استحوذ على هذه الوحدة وبدأ يأتي بناس غير أكفاء، وبدأ يعين قيادات لا تليق أو لا يليق بهم أن يمسكوا مثل هذه القيادات، مما جعلوا هذه الوحدة وحدة هشة لم ترقى بواجبها إلى مصاف الواجب. وما هي الرسائل التي تريدون إيصالها إلى بعض الوحدات المتمركزة في داخل القوات الجوية؟ رسالة نقدمها إلى إخواننا في الحرس الجمهوري، نقول لهم نحن أخوانكم، ونحن باقون، ومحمد صالح زائل، وأيضا أحمد علي زائل، وكلنا زائلون، فنحن رفقاء سلاح ورفقاء درب، لا نريد أن نوجد بيننا وبينكم أي شحنة أو بغضاء إلا إذا أصليتم أو تبعتم أشخاص. ما هو موقفكم في حالة عدم تحقيق مطالبكم؟ هناك رسائل أريد أن أقدمها، أولا للأخ أيضا المشير عبد الرب منصور هادي القائم برئيس أعمال الجمهورية أو رئيس الجمهورية الحالي إن شاء الله بعد 21 فبراير، يجب عليه أن يشد من أزره، ونحن معه وكل الناس معه. فنقول له قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. هو رجل يحظى باحترام جميع الناس، وهو رجل المرحلة، فما عليه إلا أن يشمر، والناس كلهم في صفه ولن يتخلوا عنه. والرسالة الأخرى وجهها إلى زملائي المتقاعسين أو المتخاذلين في وحداتهم، نقول لهم أن يخرجوا مع زملائهم، لأن الخروج كان خروج جماعي وليس فردي، وكل الناس مطالبهم هي مطالب جميع منتسبي القوات الجوي والدفاع الجوي. شكرا لك الرائد أمين الأكحلي، المتحدث رئيس اللجنة الأمنية من منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي. شكرا جزيلا.